السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله. هعمل معاكم بقى مكرونة بالسوسيس. يلا تابعوني ان شاء الله تعجبكم. في حلة على النار حطيت فيها مية تغلي ونزلت عليها كيلو من المكرونة، حطيت فيها معلقة صغيرة ملح، وهنا عندي 4 حبات فلفل رومي قطعتهم بالطول زي ما انتم شايفين كده، ونص قرن فلفل صغير حراق، وهحطهم بقى في الزيت في طاسة كده على النار برضو. وهقلب الفلفل ده، انا مش عايزاه يدبل، هخليه بس ياخد تشويحه بسيطه. وقطعت السوسيس بالشكل ده، هنزله بقى خلاص على الفلفل الرومي وهقلبهم كده واخليهم على نار متوسطه. طبعا انا مش هحط عليها اي توابل ولا بهارات لان انا هحط في الصلصه ده المكرونه بعد ما اتسلقت وصفتها. في نفس الحله بقى بتاعه المكرونه هحط فيها معلقتين كبار زيت، وهحط معلقتين من معجون الطماطم، معلقتين كبار. وعلى فكرة ممكن تضيفي للسوسيس زيتون او فلفل الوان او حمص، يعني الموجود عندك ممكن تضيفي اي حاجة من الاضافات دي. وهقلب بقى معجون الطماطم كده مع الزيت، هخليه دقيقة بالظبط على النار. حسيت ان معجون الطماطم قليل، زودت معلقة كمان. نسيت اقول لكم، خليت كوباية ونص من مية المكرونة ما دلقتهاش وضفتهم بقى على الصلصة، وكده هيكون خلاص السوسيس استوى. هحط بقى على الصلصة نص معلقة زعتر تركي ونص معلقة ملح وربع معلقة سكر، وهقلبهم كده مع بعض. وهحط نص معلقة فلفل اسود، وهنزل بقى المكرونة كده على الصلصة، وبعدين هنزل بالسوسيس على المكرونة وهقلبهم مع بعض. وبكده اكون خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. وفي نهايه الفيديو متنسوش تصلوا على النبي. وبس، باي.